طبعا سويت حلقة ذيك القناة الثانية عن مفهوم الأخ الأكبر ونظرة فلسفية وعن طغاة العرب ومشاكل اقتصادية، وحكيت عن الرأسمالية وحكيت عن الاشتراكية. لكن أنا اكتشفت أنه أغلب الناس يمشون ورا الشعارات أكثر من ما هم يمشون ورا النتائج، وهذا كله بسبب البروباغندا اللي صار لها 100 سنة تمشي بهاي الدولة. فاليوم راح نحكي لكم عن الرأسمالية والاشتراكية وشون الدولة العراقية والدول العربية طبت بأزمة بسبب الاشتراكية وشنو مفهوم الرأسمالية، وراح نعطيك مثال على هذا الشيء. بس قبلها لازم أفهمك شون العرب والعراقيين ياخذون الأمور. مرة واحد من قرايبي جوي خطابة على بنته، أغلب قرايبنا قالوا له لا تنطي، ترى هذا الولد دايح ومخه آدمي وعاطل عن العمل. فهو ركب راسه وانطال الولد. بعد كم شهر صارت مشاكل وطلقها للبنية. فلما جوع عليه قالوا له انت ليش انطيت لامه؟ قال لهم والله ابوه خوش رجال. فهاي الطريقة اللي يفكر بها العرب عن الحكومة، انه ما دام انت فكرتك او خلفيتك اللي جاية منها شعارات رنانة وافكار وطنية ومذهبية ومدري شنو، هو ياخذ على هاي، ما ياخذ عن نتائج انه هذا الشخص او هاي الطبقة لا تصلح. وهاي مشكلة الفكرة العامة. فلما تيجي انت تقول له يابا الرأسمالية مفهوم اقتصادي نجح، يقول لك الامبريالية والاستعمار لحد الآن عايش ب 1957، لحد الآن عايش على كتب الوطنيين وأفكار أبوه وجده اللي أخذوها عن بهاتهم وجدودهم عن الاستعمار والامبريالية والرأسمالية. صديقي، الرأسمالية هي مفهوم حر للتجارة، انه الدولة ما لها علاقة بفتح المصانع او بالتجارة، هاي الشغلة يحددوها الناس، لكن الدولة تتدخل بشي تنظيمي. فمثلا انت خياط، اليوم جيت تريد تسوي معمل خياطة، الدولة كل اللي تسوي لك اياه هو تنظيم هاي الشغلة. فانت ممكن تروح تاخذ قرض من البنك، وراح اشرح لكم على سالفة البنوك عند الدولة الاشتراكية والشغلة اللي أنا دعاني منها كغير موظف حكومي. تروح على البنك تعرض عليهم المشروع وتشوفهم شغلك ينطوك قرض، أو تروح على مستثمر رجل أعمال عنده فلوس، أو تطلق شركة وهاي الشركة تبيع أسهم وتاخذ فلوس تبني بيها مصنعك. هذا الشخص راح يصنع ملابس، راح يشغل عمال بالمصانع، راح يشغل سواق سيارات، راح يشغل جماعة النسيج، راح يشغل الفلاح، راح يشغل قطاع كبير، راح يشغلوا هذا المعمل. لما ينجح هذا المعمل، ينجح هذا الشخص انه يصنع ملابس جيدة وكواليتي زين ويستقبل الشعب، راح تنفتح عدة معامل وعدة شركات لهاي الملابس على أثر نجاح هذا الشخص. هنا الدولة شغلتها انه هي تنظم وتسوي لك بنى تحتية وتاخذ ضرائب من هذول اصحاب المصانع اللي هم يصيرون اثرياء ورجال اعمال. هنا انت شغلت البلد وخلقت انتاج، فهاي المصانع راح تشغل آلاف من العمال، وراح تشغل عشرات القطاعات منها الفلاح والنسيج معامل الأقمشة، وراح تشغل كثير قطاعات في الدولة. هنا الدولة لازم انه هي تحفظ حقوق العامل من خلال تأمينات الصحية، لازم تجبر المصانع والشركات انه تنطي عمالهم تأمينات صحية، تاخذ جزء من رواتبهم على مدة تقاعد. فهذا راح يشتغل 40 سنة في هذا المعمل. بالنهاية هذا المعمل مجمع له هو مبالغ ومشغلهن في صندوق يسموه صناديق التقاعد. هاي صناديق التقاعد فلوس المتقاعدين تكثر، فبالنهاية راح ينطوه مبلغ مالي يقدر يشتري بيه بيت، يقدر يشتري بيه شقة، يقدر يخليه بالبنك ياخذ فوائد ويصير راتب تقاعدي ما تحتاج الدولة انه هي تنطيه. وكو دول اساسا رأسمالية تنطي رواتب تقاعدية للعمال او لبعض القطاعات، لكن هي هيجي ماشي الأمور. في هاي الرأسمالية تعتمد على إبداع الناس، ما تعتمد على تدخل الدولة في كل القطاعات. فهذا النظام هو نظام شمولي، والنظام الشمولي أو النظام الاشتراكي أو النظام الشيوعي هذني أنظمة انتهت وانبادت. فأفضل دليل إنه هاي الأنظمة انتهت هي الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي
انهار بسبب أزمة اقتصادية، بينما أمريكا صعدت لتكون الدولة الأولى. فالنظام الاشتراكي في بلداننا فشل ذريع، واليوم احنا نعاني من هذا الفشل. فمثلا ثورات اللي هي سنة 2011 اللي هي الربيع العربي ثارت بسبب الأنظمة الاشتراكية اللي ما تقدم شيء، اللي دول وقفت ما عندها فلوس النوبة، ما تعرف منين تجيب فلوس حتى توظف النوبة، موظفين حكوميين لا ينتجون. وأساسا الاشتراكية وصلتنا إلى هاي الحالة اللي احنا وصلنا لها بالعراق. فمثلا أشوف الناس ما قاعد طالب بضمان اجتماعي للعمال، ما قاعد طالب بفرص عمل جديدة، قاعد طالب بوظائف. وهاي مشكلة، انه انا اليوم مو موظف. ما دام اني مو موظف في دولة اشتراكية معناها انه انا مواطن درجة ثانية، لا اقدر اخذ قرض من البنك حتى اشتري سيارة، ولا اقدر اخذ سيارة بالاقساط، ولا اقدر اني اخذ ارض. فالاراضي توزع للموظفين، يعني انا مواطن عادي غير موظف ما يحق لا اخذ ارض. فأنا اليوم مواطن درجة ثانية في هذا البلد. لهذا تشوف إنه الناس كانت له روح على الوظيفة، لأن أنت بهذا البلد من دون الوظيفة أنت ضايع، وهاي مشكلة قاعد نعاني منها. فمثلا الدول الرأسمالية أنت عامل سايق تاكسي، أنت دايح ما عندك وظيفة، ينطوك قروض، ينطيك قرض إسكان، ينطيك قرض شراء سيارة. أساسا اللي بأمريكا العراقيين من يجون من تسألوا على الرواتب يقول لك احنا اصلا كنا عايشين على القروض. اخذ قرض اشترى سيارة، اخذ قرض اشترى شقة، اخذ قرض يريد يسوي عملية، يريد يسوي شيء، اكو ضمان صحي انه يدفع جزء من راتبه لشركة التأمين في سبيل باكر اذا يتمرض راح يتعالج علاج زين وببلاش. فاتذكر عندي صديقي في المنظمات يشتغل، فالمنظمات عندهم هذا النظام اللي هو التأمين الصحي. صارت به شغلة وما قدر يتعالج بمستشفى حكومية بسبب انه ازدحام، وقالوا له لازم انت تنتظر انت 4 أشهر. فعنده كارت ضمان صحي، راح على مستشفى تمشي بهذا الضمان في أربيل وسواها العملية ببلاش، بينما كان المفروض يدفع من جيبه اذا يسويها 6-7 ملايين دينار. فهاي فكرة الضمان، فهاي الفكر الرأسمالي. فأنت فكر شلون الدول اللي اتخذت من الرأسمالية صارت دول عالم أول، والدول اللي اتخذت الاشتراكية صارت دول عالم عاشر. للعلم أن السعودية كانت دولة اشتراكية، حاليا السعودية قاعد تصير دولة رأسمالية. فبزيارة ترامب الأخيرة للسعودية كلها ركزت على ترامب والسياسة وسوريا، ما حد ركز انه ترامب جايب مليارديرات العالم على السعوديه. ايش عندهم ذولا جايبهم؟ لا هم سياسيين، لا هم لهم شأن بالسياسه وبالاصلاح وبالهذا. هاي جابهم حتى يحصلون استثمارات بالسعوديه. ذولا راح يستثمرون بالقطاعات التكنولوجيه، بالقطاعات المصرفيه. هاي العالم بدأت تمشي على الرأسماليه. اليوم مصر بدأت تتحول للرأسماليه. اليوم شوف برنامج شارك تانك كثر عندهم شركات صغيرة، ذولا رجال الأعمال والمليارديرات بدأوا يضخون فلوس بهاي الشركات الصغيرة. لما تيجي علينا احنا كعراقيين ما عندنا شركات، لأنه النظام الاشتراكي والنظام الشيوعي معناته أنت عقلك بيتراب وبيعنكبوت ما يشتغل. تنتظر أنت عالم من الدولة، والدولة ما قاعد تخطو خطوة حتى الناس تفتح مشاريع. وهاي مشكلة احنا نعاني منها، مشكلة مزمنة. فالناس تمشي ورا الشعارات انه الامبرياليه والرأسماليه والمستعمر، ونسيت انه ذول دول عالم اول. نيوزيلندا جزيره في اخر الدنيا، جو استراليا ما عندها دوله بصفها غير استراليا والقطب الجنوبي هم والبطاريق. نيوزيلندا عدد سكانها 5 مليون، ناتج المحلي مالتها 250 مليار. نيوزيلندا حاليا العالم قاعد تهاجر لها. روح شوف المصريين تارسيها. ليش؟ لأنه مشت بالنظام الرأسمالي، مشت بالنظام الصحيح، النظام اللي يخليك دولة عظمى. حاليا نيوزيلندا من الدول اللي تعتبر غنية، اللي متوسط الفرد بيها 40,000 دولار سنويا، بينما العراق قبل النفط متوسط الدخل بيه 4,000 دولار. فأنت لازم تفكر بهاي الأمور. نعم هم مستعمرين وجو استعمروا، وهسه وين الاستعمار؟ روح شوف جنوب أفريقيا اللي استعمروها. جنوب أفريقيا دولة تختلف عن أفريقيا، ومن الدول اللي الاقتصاد بيها قوي حاليا هي والبرازيل
وروسيا والصين والهند حاليا مشكلين حلف، لان هم 5 دول قويه اقتصاديا. فانت تخيل انه هذا المستعمر جاء بفكره، هو هذا عارف شلون يبني دوله، عارف شلون يسوي فلوس من لا شيء. انت تجي تبتعد عنه، تروح للشيوعيه اللي انهارت، لو الاشتراكيه. دول الاشتراكيه فشلت. اليوم الغرب متخابلين بسبب الصين. ليش؟ الصين اليوم نظام حكم شيوعي بنظام اقتصادي رأسمالي، متخابلين ومنجنين بسبب هذا الشيء. ليش؟ لأن الصين آخر 20 سنة شافت نفسها أنه اليابان وكوريا الجنوبية دول هالكبر تفوقت عليه اقتصاديا، فشافوا أنهم إذا يظلون نفس التفكير راح يظلون خسرانين. لهذا قامت تدعم الصناعة المحلية وقامت تدعم المصانع. وتخيل أنت الصين صرفت على شركات السيارات مليارات الدولارات من الثمانينات وهي تدعم البحث والتطوير. جت شركة BYD الصينية اللي هي شركة خاصة تفوقت عليهم كلهم، تبيع 400 و500 ألف سيارة سنويا. هذا النظام الرأسمالي، هذا النظام اللي يبني الدولة. بس احنا ما نقدر نحكي. قبل يقول لك مستعمر وامبريالي وصهيوني. روسيا الشيوعية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي صارت روسيا، شافوا نفسهم ان الشيوعية وصلتهم لهاي النتيجة، لهذا بدأوا يشتغلون بالرأسمالية، وصارت من التوب 20 دولة بالاقتصاد. بعد ما كان الاتحاد السوفيتي اقتصاده راث. لما تيجي تحكي ويا الشخص تقول الاتحاد السوفيتي يقول لك الدولة العظمى، كان القطب الثاني، كانت امبراطورية، بس شنو الفايدة؟ فلست ووقعت. وهسه روح على اي دولة كانت تحت حكم القطب الثاني وقول له الشيوعيين راح يرجعون، يضرب روحه بطلقة ولا يحكم الشيوعي. فانت فكر بيها صديقي. فعندنا تيار ثاني اللي هو التيار انه الاقتصاد الاسلامي. فعلا احنا نحتاج اقتصاد اسلامي واقتصاد خاص بينا. بس وين الاقتصاد الاسلامي؟ وين مبادئه؟ وين تجربته؟ انت ترجع تجرب؟ يعني انت عندك وقت انك تجرب بعد 100 سنة تشوف شنو اللي يفشل وشنو اللي ينجح؟ وهاي المشكلة. احنا اخر نظام اقتصادي اسلامي كان بالدولة العباسية، وما حد يشتغل على النظام الاقتصادي الاسلامي. فلازم نغير طريقة تفكيرنا ونشوف النتائج، ما نشوف الشعارات. اليوم اللي يحكم العالم هم رأسماليين. إذا تريد تصير دولة عظمى صير رأسمالي مثلهم. عمي لا تدانيهم، لا تقعد وياهم، بس طبق هذا النظام. يعني أنا مستغرب على شيء يقول لك الهوملس مالين أمريكا. أنت تدري نيويورك بيها 50,000 هوملس و8 ملايين ناس يشتغلون، كلهم عندهم وظائف وعندهم مساكن ويروحون ويجون. يعني أنت مركز لي بال50,000 هوملس وعايف لي 8 ملايين و400,000؟ يعني هذا منطق؟ أنت تدري نيويورك كل سنة تصعد طبقة من المليونيرات، وإحنا مركزين بالهوملس اللي هم 50,000 وعايفين 8 مليون عايشين ورواتب زينة يقبضون بالساعة $20 و$15. بينما أنا في دولة اشتراكية أقبض بالشهر 450,000 $300 بالشهر، فرق 10 أضعاف. يعني أنا أستلم 10% من راتب الأمريكي. يرجع يقول لك الضرائب ناشتهم. زين ما هو يقبض $3,000. روح عمي 500,000 ضرائب تأمين صحي، عمي روح $1,000 هاي تروح ضرائب ما ضرائب، عنده $2,000 قاعد يستلم. الأمريكي ما واقف مثل حالتنا. هاي مشكلة. يعني هاي مشكلة. من تيجي تحكي وتقول لهم يابا ذولا نجحوا وصاروا دول عظمى واحنا صرنا دول عالم عاشر، يقول لك لا، الامبريالية والصهيونية. بالنهاية خليهم هم عايشين واحنا لنا المقاومة. شكرا.